مساء الفل. سامع ان في ماتش يوم الجمعه الجاي من بعد بكره يعني. ايه ناويين على ايه؟ كلام على ايه؟ اخواتي الاهلاويه سكه ودغري ناويين على ايه؟ ايه نظراتكم مش عاجباني. وانا مش فاهم يعني ايه واحد مثلا يروح شايفني حاطط ايده على كتفي مستعد. إيه مستعد لايه؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه مننا؟ تعملوا ايه؟ الزملكاويه دولت ناس غلابه وعايشين وسطكم، ده اخويا واخوك واصحابك والناس اللي على الجبهه واللي بيحمينا وبيحميك ممكن يبقى زملكاوي عادي. مش معقوله يا جماعه التفرقه اللي حصلت ديت. ايه موضوع البولينج اللي بقينا شغالين فيه ده؟ لا سيبونا براحتنا، واحنا مش مهتمين على فكره ولا حاسين اصلا بالماتش ولا في دماغنا. نكسب نخسر كوره عادي. عادي ما حصلش حاجه يعني. وكمان انت لسه ضارب دوري قد كده وشايفينه اتقسم نصين بسببنا. خلاص عندنا فيه الشناوي جاي يرفعه راح مقسوم نصين. عايز مننا ايه؟ كمان انت راجل دولي عالمي بتلعب اصلا بطولات احنا مش فاهمينها. البطوله بتاعت كاس العالم للادويه ديت احنا اصلا ما سمعناش عنها، ما نعرفش بتطلع ازاي. كمان بتلعب ماتشين تبقى في الفاينل ازاي يعني. احنا اصلا الحاجات ديت احنا مش بنفكر فيها. خلاص لو بطوله خدناها خلاص. يطلع لك واحد دلوقتي يقول لك 1923 الزمالك خسر من الاهلي 32-0. انا ماليش دعوه بالكلام ده. انت ناوي على ايه من الجمعه؟ نظراتكم مش مريحاني. ابتدت تيجي لي مسجات كده غريبه ولهجات مش مظبوطه. وكمان انا جمعه ويوم 27 ذكريات اليمه. اخر مره انا مكسر التلفزيون 65 بوصه. السنه دي ما عنديش رفاهيه ان انا اكسر 65 بوصه. انتوا يعني هنعمل لجوء كروي نطلع نشجع الزمالك من كندا يعني ولا نعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي انا معايا 5 اصحاب وزملكاويه ويعني محالفين وعارفين ان ولائهم تمام، لان في ناس تبقى مش تمام. تمام عايزين نتفرج على الماتش. ايه موضوع ان كل القهاوي عالم الاهلي؟ عالم الاهلي يا جماعه، ما احنا مصريين يا جماعه. ماتش بين مصر ومصر، ناس جوه مصر. ايه الفكره ان كل القهاوي عالم الاهلي بس؟ اروح اتفرج فين؟ رايحين الساحل عشان نريحكم. على الله ما تعملوش لجان واحنا راجعين. معقول يعني 5 شهور؟ والله لو بندور على مكنه كان هيبقى الموضوع اسهل. بندور على كافيه يكون حاطط علم الزمالك ما لقيناش. يعني لو شاطط ودور على كابينه كنت لقيت. مش ممكن. كمان بنتفرج على الماتش بيبقى فيه بقى التشكيل على التليجرام، محدش المسجات كلها سريه. والجروب بتاع الزمالك يحزن. الساعه 5 الصبح تلاقي فاهم يا جماعه الحاج محمد تعبان جدا يبقى كيس دم مش عارف ايه. الاستاذ سمير ما معلش يا جماعه جاله ذبحه. احنا يا جماعه في ايه واحنا داخلين حرب؟ احنا ما بننامش. يعني الواحد من كام يوم انا معدي كده بفر في الفيسبوك لقيت عينين قفشه بس. قفلت الفيسبوك اترعبت. لا مش هينفع، سيبونا براحتنا. الاقليات كلها في العالم كله كل الطوائف خلاص واخده حقها. خلاص موضوع الابيض والاسود والحاجات دي دلوقتي يبقى الزمالك والاهلي خلاص لازم نطلع بقى من القصه ديت. ما مش معقوله انت اصلا انت رايح بطياره وراجع بطياره واحنا مش سهلين برضه. ادعي ربنا يرجعك بالسلامه. انت شفت اللي حصل الدرع بتاع الدوري اتقسم نصين. يعني سيبنا واحده واحده ناكل عيش. انا برضه في حاجه عايز افهمها. انتوا كلكم يوم السبت الصبح هتلاقي مصر كلها بتفهم في الكوره ومصر كلها اهلاويه. ليه؟ طب انت النهارده كراجل اهلاوي قول لي انا مطلوب مني اعمل ايه يوم الجمعه؟ انا لو كسبت هتيجي تقول لي ايه؟ ايوه كلكم عارفين. يقول لك ايه؟ مره من نفسك. خسرت اقول لك ما انت متعود. طب انت عايز مني اعمل ايه؟ ما اروح اقول باص اعمل ايه؟ ما ماتش يا جماعه خلاص هنروح نعمل ايه طيب؟ ما تضغطوش علينا. سيبونا براحتنا. انا بخبي على العيال ان في ماتش. يا جماعه احنا بنتعرض لاضطهاد. نعمل لجوء كروي بره يعني نسيب لكم البلد انت هتعمل ايه طب من غيرنا؟ انت هتعمل ايه من غيرنا؟ نطلع خلي بالك الزمالك يلعب بره مصر احسن من مصر بكتير. ونطلع التاني بقى بمزاجنا. لكن كده مش طريقه. هتعمل ايه من غيرنا؟ هتنافس مين؟ هتبقى مبسوط وانت بتلعب لوحدك؟ هتخلصوا علينا يا جماعه. لما يبقى انا عندي شخص اصلا انا حاطط عليه في كل حاجه في حياتي تمام، بس هو الميزه الوحيده البعيده عني ان هو اهلاوي. يا جماعه الاهلي مش قدر، ده اختيار. احنا صحينا لنا نفسنا كده. احنا عايزين نبقى زملكاويه. يا عم انت مالك؟ اعتبرنا شيعه. مش شيعه ينزلوا يلطموا جلد ذات. انا جلد بكفر ذنوب. انا راجل مصري اسكندراني مهندس. انا عارف انا رايح الجنه. خلاص في حته معينه لا انا قلت اخدها كمان. خلاص انا معايا معلم على كل الحاجات. انت عندك موضوع الاهلي ده ممكن يعطلك في موضوع الجنه، لكن انا معايا كل حاجه خلاص مقفوله. انا عارف نفسي. مش هتبقى دنيا واخره. خلاص انا عارف انا بعمل ايه. سيبونا يا جماعه بعد اذنكم حرام. الواحد مرعوب. مش ما بننامش. مفيش نوم مفيش نوم. ماتش وهيعدي. انت ليه بعد تجبرني ان انا اتفرج على الماتش وانا قافل التعليق؟ ليه الاستاذ مدحت شلبي؟ انا مالي مدحت شلبي؟ ليه خايف تتشمط واحده بولينج يجي لك يعني جلطه؟ ليه كده؟ يروح مديك واحده الزغلول ومعلول والبتاع والخرا دوت. ما تسيبونا يا جماعه براحتنا يا جماعه عادي. احنا بني ادمين عايزين نعيش ونتفرج على ماتش. مش معقول الواحد قاعد عامل حساب الماتش دوت. اخر مره فرحنا حصل كورونا بعد كده العالم كله وقف. دي علامه. سيبونا يا جماعه سيبونا ناكل عيش الله يبارك لكم. وعايز اقول لك على حاجه. انت لو فكرت ان انت يوم الجمعه لو انا كسبت الموضوع هيعدي عادي، لا مش هيعدي. سنه تنمر. هفكركم كل يوم الارم على الفيسبوك. يا راجل ده انت خليتني الماتش بتاع القضيه ممكن انا حفظت السنه فيها كام جمعه. حرام يا جماعه. سيبونا نعيش براحتنا بقى خلاص.